خالد طلعت الزمالك هيفوز على الاهلي في السوبر، ورد غريب من رضا عبد العال. يا مساء الفل على احلى جماهير في الدنيا، يا رب يكون الجميع بخير وفي احسن حال. خالد طلعت الزمالك هيفوز على الاهلي في السوبر، ورد غريب من رضا عبد العال. طيب انا زيكم كده صحيت لقيت الموضوع معمول عليه ضجه كبيره قوي، وان في موضوع كبير قوي معمول. طب ايه القصه وايه الحوار؟ الموضوع ما فيه ان خالد طلعت كان جاي مع مهيب في البرنامج بتاعه، وكان معاهم الكابتن رضا عبد العال. كان في الاساس جاي بيتكلم اصلا الموضوع، يعني الموضوع بدا ان هو اصلا كان مهيب بيساله هل الزمالك هيلعب السوبر ولا فعلا هينسحب، وكان رده لا هيلعب، ورده كمان ان هو بيتوقع ان الزمالك هياخد السوبر من النادي الاهلي. طب ايه الرد الغريب بتاع كابتن رضا عبد العال؟ رضا عبد العال ساعتها رد وقال له لا، يعني انت متوقع بدري قوي، يعني الموضوع ما يبقاش بدري كده، لان الموضوع كان يوم الجمعه اللي فات قبل كمان ماتش الاهلي والرجاء. طيب ايه الغريب في الموضوع؟ ما واحد بيتوقع وخلاص، يقول الزمالك يكسب يقول الاهلي يكسب، الكلام ما علوش جمرك يعني. لا، هقول لك ايه الفكره في الموضوع. الفكره في الموضوع ان يرجع شويه لما الاهلي والزمالك كانوا في دوري المجموعات، والاثنين كان موقفهم وحش جدا، وكان الاهلي موقفه اوحش، وخالد طلعت ساعتها قال ان الاهلي هو اللي هيعدي والزمالك لا. تمام، ده اول نقطه. والكابتن رضا عبد العال ساعتها قال ان هما الاثنين هيطلعوا، والواقع اللي حصل ان فعلا الاهلي صعد وكمل والزمالك هو اللي طلع. طيب حتى يوم الجمعه، اليوم اللي كان فيه الفيديو ده، اتسال خالد طلعت ايه بكره اللي هيحصل في ماتش الاهلي والرجاء؟ قال لك الماتش هيخلص تعادل والاهلي هيصعد. فرضا عبد العال بيقول يعني الاهلي يسأل، قال له لا انا بحدد لك كمان ان الماتش هيخلص تعادل. وطبعا اكيد كلنا شفنا ان الماتش فعلا خلص بالتعادل السلبي. فمهيب طلب بقى من الكابتن رضا عبد العال، قعد يقول له رد عليه وقول له هتتوقع ايه في السوبر، ورضا عبد العال ما رضيش يقول له. قال له طيب قول لنا، طب توقعك ايه؟ قال له لا مش هقول دلوقتي وبتاع، ده بدري قوي ومش عارف ايه. فخالد طلعت قال له لا انا بتوقع وعارف ومش عارف ايه والكلام ده كله. فمهيب قعد يحاول مع الكابتن رضا عبد العال. رضا عبد العال قال له لا انا هخش في مداخله يوم الثلاث وهقول. فده اللي احنا هنشوفه. لكن الفكره كلها الناس عملت ضجه لان التوقع اكتر من مره وجت معاه، لان طبعا يعني اكيد هو يعني مبقاش عارف، يعني كده هو مش منجم يعني ولا بيعمل سحر يعني. هي الفكره كلها انت بتوقع شيء. الاغرب من كده بس ان المعطيات بتقول ان الاهلي اقوى، الاهلي اقرب، الاهلي فايق، الاهلي ماشي في افريقيا كويس، ماشي في الدوري كويس، فالدنيا بالنسبه له يعني اقرب. الزمالك طبعا يعني بقاله فتره كان مستواه مش في احسن حاجه، لكن بعد اسوري والمدرب الجديد اللي جه الدنيا نوعا ما اختلفت شويه، لكن برضه ستيل الاهلي اقرب. فالتوقع عشان كده كان توقع غريب شويه، فعشان كده اتعملت الضجه اللي احنا سامعينها واللي احنا شايفينها. بس طبعا في الاخر ماتشات الاهلي والزمالك بتبقى دايما مختلفه، ودايما معطيات فيها معدومه. يعني مهما كان الاهلي كويس او وحش مش معناه ان هو يكسب او يخسر، او الزمالك كويس او وحش مش معناه ان هو يكسب او يخسر، ودي شفناها قبل كده على مدار التاريخ. فادي قصه العنوان اللي بيقول خالد طلعت الزمالك هيكسب الاهلي في السوبر، ورد غريب من رضا عبد العال. سلام.